السلام عليكم. موضوع التابلت التاب A7 ال 509. تمام. هكلمكم كده عن نقطتين مهمين ونركز مع بعض، بس اول دقيقة دي عشان تركز في مشكلة بتحصل لأغلب الناس اللي بتفك التابلت عن طريق اليوتيوب او عن طريق الفيديوز بطريقة مجانية يعني. في بعض الناس الله اعلم ايا كان ظروفه ايا كان حالته يقوم قايل لك هتنزل الفيديو ده وتابعني، وينزل لك 3 برامج او 4 برامج. بعديها تلاقي التابلت جايت له شاشه سودا ويقول لك معلش بقى حوالي 200 جنيه او 250 جنيه وهفك لك التابلت. تمام. هدخلكم في الموضوع على طول عشان ننجز وقت بس. بص حضرتك مبدئيا كده، لما تشوف ال3 برامج دول بعد ما تنزل مجموعه الملفات اللي هو هيبعتها لك او في الوصف او ايا كان، اهرب على طول. تمام. ليه؟ لان هو بعد ما هيعمل لك الموضوع ده كله هيقول لك معلش بقى حولي فودافون كاش او حول لي انستا عشان اقدر افكهولك. وطبعا هيبقى ساعتها الجهاز جايب لك شاشه سودا كده، بتدوس باور بتعمل اي حاجه بتحط كابل ما بتسمعش غير ان انت صوت بتحط كابل، لكن الشاشه نفسها سودا. تمام. بس فطبعا انت لو شفت الفيديو اللي فات هتفهم قصدي انا بتكلم على ايه. واغلب الناس بتشتكي تحت في الكومنتات ان اللي بيجيب شاشه سودا، بس هو عشان طبعا بيجري الفيديو فمش عارف يوصل للموضوع بطريقه صحيحه. فهستأذنكم بس ما تجريش الفيديو، تابع معايا كده خطوه بخطوه وان شاء الله تلاقي الدنيا معاك سهله على طول. تمام. ده تابلت اهو A7 تي 509. تمام. السوفت وير اهو. تمام. السوفت وير اهو. معلش ده السوفت وير اهو. ده J2. نتأكد بس من الفيرجن قبل ما نعمل او نوصل اي حاجة او نتابع على حاجة. تمام. احنا هنشتغل على مرحلتين. في برنامج هتوقع بيه الفيرموير عشان هتوقع بيه السوفت يعني عشان تعرف تخش على البوت مود او ان انت تعمله فورمات فاكتوري. والقصة التانية ان انت تعمله البي ال بتاعه. خلاص. فهنشتغل على فيرجنين. فيرجن اسمه فيرجن 200. هحطه لكم في الوصف الملفات كلها بالكل الداتا اللي انت هتحتاجها. وطبعا تكون منزل قبلها التي اف تي. وطبعا ما تكونش منزل البرامج دي، ولو نزلتها يعني اتمنى ان انت تمسحها، وبعد ما تمسحها تنزل التي اف تي وتسطبه وتعمل ريستارت للجهاز وتجرب ان شاء الله على البرامج اللي انا هعملها لك. وبرده في الوصف تحت هتلاقي الاكونت لو عايز توصل لاي حاجه، او ان شاء الله لو في حاجه عطلت معاك. والناس اللي الحمد لله كلمتني وانا بوصل وبرد على كل الناس، يعني ما بردش على البنات بس عشان ايه في ناس كده، انا اسف يعني. مش عايز اغلط بس. ماشي. فهستأذنكم كده ايه نسمي وهنوصل اهو. بنوصل التابلت كده ونبتدي اهو بفيرجن ال 200 اهو. فيرجن 200. تمام. تخش كده تختار اهو يونيك يوسونيك ورشبورد بي روم فروم لوك بوت روم. تمام. بيطلع لك المسج دي بيقول لك يعني ان خلي بالك انت الجهاز كده هتدخله في وضع الكل اللي هو الشاشه السوداء اللي انتوا كلكم بتشتكوا منها ان بعديها بتحصل مشكله. فهندوس يس كده ونسمي الله. تمام. هو بيقول لك اهو انا مستني انت توصل الجهاز. بسم الله الرحمن الرحيم. نفصل الكابل اهو نوصله تاني. وصلنا الجهاز. تمام. بيكتب لك هنا ان هو مستني وضع اليو اس بي. وصلنا اهو اليو اس بي. تمام. بقى شاشة سودا وبيجيب لك المسج دي. تمام. احنا كده المفروض ان الجهاز تقنيا الجهاز مات خلاص اهو. بشيل الكابل وبحط الكابل بس مش جايب اي حاجة خالص، ولا باور ولا بيعلي ولا بيوطي ولا بيعمل اي حاجة. طيب انت كده الدنيا باظت معاك وتتوترت؟ لا ما تقلقش، هو الموضوع ده طبيعي ان احنا بنتكلم في الموضوع ده. خلاص. هترجع لفيرجن اللي هو 1.5. خلاص. وهتختار سامسونج اهو. تمام. وهتختار سامسونج اكزيت بوت روم تي 618 اف دي ال. تختار الفيرجن ده.
تمام، وهتختار الجي 2 اهو، اوله جي 2 ده الفيرجن اللي احنا المفروض هنشتغل عليه. هنسمي كده بسم الله، هندوس اوكي. بيقول لك ان انا عايز دلوقتي ويتنج، هندوس باور مع فوليوم اب مع فوليوم داون مع بعض اهو لحد ما تسمع صوت. تمام اهو، انا ما عملتش اي افتكاسه. الجهاز اهو يا شباب شغال اهو بيعد تحت. هتسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم. الجهاز فتح اهو قدامكم اهو اهو اهو، ولا وقفت فيديو ولا جريت فيديو ولا عملت حاجه، كل حاجه قدام حضرتك اهو. اهو فيرجن 1.5 اهو، فيرجن 150. خلاص يعني خلصنا 200 دخلنا على 150، والجهاز اهو بيفتح قدامك. انا ما عملتش اي حاجه ولا وقفت فيديو ولا جريت فيديو. تمام يا شباب اهو، هننزل تحت كده باختيار بتاع الصوت، هننزل على فورمات فاكتوري تاني اختيار، وهندوس باور. تمام، بعد كده هنختار فورمات فاكتوري من الزرار بتاع الباور اللي بيوطي الصوت اهو. تمام، وندوس باور هيعمل فورمات فاكتوري. هنفصل بس الكابل. تمام يا شباب، المفروض الموضوع ده بياخد له من 4 ل5 دقايق بتاع البوت. تمام، مش هنعمل بقى موضوع التلات تكات دلوقتي، بس عشان في حاجة لازم نعملها في الأول. هندوس كده على ستارت. تمام، وهندوس اجري، هندوس نيكست، هندوس سيتنج الأول عشان بس في حاجة عايز أوريها لكم. هي دي في ناس بتشتكي منها، اللي هو موضوع ال 8 جيجا وال 32 جيجا. يعني لما تيجي تخلص ان انت تخرج التابلت من المنظومه وكده، بعد ما بتفرمت وتخلص الخطوات دي تيجي تخش جوه تلاقي المساحه بتاعته للذاكره الداخليه 8 مش 32. فطبعا دي ناس كتير بتشتكي منها. انا كده ما عملتش اي حاجه غير ان انا كملت بقيه الاعدادات. تمام، هوريكم بس الخطوه دي عشان الخطوه دي مهمه جدا. ماشي، احنا لحد كده اهو تمام. هتيجي خطوه بس وهنعمل فيها، هندوس باك هنا، هيطلع هنا كده حاجه شبه الباك، هنعمل باك فيها. هيقولك ان انت هتعمل ريسيت، قول له اه تمام انا عايز اعمل ريسيت بس، وهنرجع لنفس الشاشه الاولانيه خالص وهنعيد الخطوات تاني من الاول. هي دي يا شباب، خلاص هنعمل ريسيت بس كده. هنرجع نعيد تاني من الاول خالص كانك لسه مفرمطه دلوقتي. هنسمي تاني بسم الله. تمام، ندوس هنا كده 3 مرات. هندوس هنا كده يا شباب 3 مرات. تمام، هنعمل سكان على الكيو ار اهو. تمام، هندخل واي فاي.
ندوس نيكست. تمام، هنختار use shield only active. يلا بينا. ندوس نيكست، نعمل ساين ان، نعمل اسكيب، ندخل كده اليوزر نيم، هنكتب حمادة علي سام، والباسورد محمد شباك 1 2 3 والام كابيتال. ندوس دون، ندوس ساين ان، ندوس نيكست، نعمل ده ادمن اكتف، ندوس نيكست فينيش. هنيجي كده على ابلكيشن مانجر، نعمل هنا كده كي ان، ونقفل اول 4، اول 5. اوكي، نرجع باك 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 باك، اجري، هنا كده نكست سيتنج، شوف هنا كده الاستورج 32 اهي. تمام، كل حاجة شغالة. لو في اي حاجة طبعا كلمني على الخاص. هو كده فتح يا شباب، عشان بس في ناس بتحب تشيل الاب اللي احنا بنفتح بيه ده، فانت بتخش كده على السيتنج. تمام، هتكتب هنا مثلا ادمن اهو، ديفايس ادمن، المفروض هتلاقي دي معمولة انيبل كده خلاص، فانت هتعملها ديسيبل، وهتلاقي دي معمولة اون. فعشان تلغي الاون اللي هنا دي، هتقوم داخل هنا وتدوس سيتنج، وهتيجي على اخر واحدة كلمة اون دي، هتلاقي انيبل هنا كده، لا هتخليها ديسيبل. معرفش هي باينة قوي ولا لا، بس معلش انا بحاول اوضح على قد ما اقدر. دي هتلغي العلامة بتاعتها، ما تيجي ترجع هنا في الادمن تاني، هتلاقي دي بقت ديسيبل خلاص. تيجي تقف هنا كده، تعمل له انستول اهو، هيتشال معاك بكل سهولة، وبقى كده زي الفل. اتمنى كده ان انا اكون وضحت لكم كل حاجة. استاذنكم بس تاني، محدش يثق في حد يقول له هفك لك وهعمل لك، وتلاقي البرامج اللي انت شفتها في الاول الفيديو دي. انا بنبه تاني، الموضوع ده بيعمل مشاكل، وممكن ينزل لك فيروس، ولا يقفل لك الجهاز، ولا يبوظ لك حاجه. خصوصا ان انت لو بتستخدم فيزا كارد، او عندك راوتر، او عندك هاكينج، انت ما تعرفش اللي داخل ده يعمل لك ايه، او مدى خبرته ايه. فهستاذنكم محدش يخش على جهاز حد، حاول على قد ما تقدر. تمام، وفي النهايه يعني اتمنى بس كده تدعونا بالرحمه والمغفره، وادعي لامي ولابويا، وجزاك الله خير.